ولد عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموي في دمشق عام 1377 في قصر منيف بين أبناء الخلفاء والأمراء. كان حفيد الخليفة القوي هشام بن عبد الملك، وورث عن أجداده الفصاحة والحزم. لم يكن يدري أن طفولته المترفة ستنقلب إلى مطاردة دموية بعد أقل من 20 سنة. في سنة 1957 سقطت الدولة الأموية على يد العباسيين بقيادة أبي مسلم الخراساني. انقضى العباسيون على أبناء بني أمية بالقتل والمطاردة حتى لم ينج منهم إلا القليل. كان عبد الرحمن شابا في 19 فهرب مع أخيه الصغير وبعض مواليه، لكن العباسيين لحقوا بهم عند نهر الفرات. حاول الأخوان العبور سباحة، فصرخ العباسيون بوعود الأمان إن عادوا. تردد الصغير وعاد فقتلوه، بينما أكمل عبد الرحمن طريقه إلى الضفة الأخرى ليبدأ رحلة نجاة وحياة جديدة. سار مطاردا في الشام وفلسطين، ثم دخل مصر متخفيا، ولما اشتدت المطاردة لجأ إلى المغرب الأقصى متنقلا بين قبائل البربر وبعض الموالين للأمويين. قضى سنوات في التنقل والاختباء، وقد نحل جسده من الجوع والخوف، لكن عزيمته ازدادت صلابة. كانت الأندلس حينها تعيش فوضى شديدة، العرب منقسمون بين قيس ويمن، والولاة يتنازعون السلطة. وجد عبد الرحمن في ذلك فرصة، فبعث برسائل إلى أنصاره من الأمويين هناك يعدهم بعودة الملك. وفي عام 1457 عبر البحر المتوسط ونزل في منطقة المنكبي جنوب الأندلس. تجمع حوله الأنصار حتى صار له جيش قوي، فاتجه إلى قرطبة لمواجهة واليها يوسف الفهري. التقى الجيشان عند المصارة قرب قرطبة. كان جيش يوسف الفهري كبيرا، لكن حنكة عبد الرحمن وشجاعته حسمت النصر. دخل قرطبة منتصرا وجعلها عاصمة لدولته الأموية الجديدة، ومنذ ذلك اليوم لقب بالإمام الداخل. لم يكن الداخل مجرد قائد عسكري، بل كان رجل دولة بكل معنى الكلمة. قضى على الثورات الداخلية ووحد العرب والبربر. أنشأ جيشا من الموالي لضمان ولائهم له. نظم الإدارة وأعاد الاستقرار بعد الفوضى. شجع الزراعة والتجارة، فازدهرت الأندلس وامتلأت أسواقها بالخيرات. في بغداد كان الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور يراقبه من بعيد، ورغم العداء أعجب بذكاء الداخل وصلابته، فقال كلمته الشهيرة: ذلك الفتى هو صقر قريش الذي طار إلى الغرب وأقام ملكا بعيدا عن أيدينا. بعد حكم دام